السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم متابعينا الكرام، كيفكم؟ إن شاء الله الكل بخير. تحياتي للجميع منورين بدون استثناء. طبعا قبل ما نبدأ بأي شيء إخواني خلينا نكسب الصلاة حبيب محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اليوم جايب لكم شرح طريقة التسجيل في موقع الفورساج، تمام؟ وطريقة التسجيل، طريقة إضافة العملة، طريقة تحويل العملة، كل شيء مفصل بإذن الله. تابع معي الشرح للنهاية، لا تبخل علينا باللايك ومشاركة الفيديو، لا أكبر عدد ممكن حتى الكل يستفاد إخواني الكرام. طبعا الفورساج الكل بيعرف طريقة التسجيل على الفورساج. الفورساج بيعتمد على دعوة الأشخاص كجمعية. ما راح نشرح عن التفاصيل هاي، فشرحنا راح يكون عن طريقة التسجيل بالموقع. إذا كنت من محبين الفورساج ومحبين العمل على الإنترنت تابع معي للنهاية حتى تعرف كافة التفاصيل. كل شيء راح استخدمه اخواني الكرام راح احط لكم اياه في صندوق الوصف كرابط المحفظة. طريقة انشاء المحفظة اخواني الكرام كمان راح احط لكم اياها بالوصف بالفيديو السابق، اللي حابب يشوفه يشوفه، او راح احط لكم اياه كمان في البطاقات بأعلى الشاشة على اليمين او على اليسار، فيكم تشوفوها اخواني الكرام. ما بدنا نطول، يلا نبدأ الشرح على بركة الله. فمثل ما حكيت اخواني لا تبخلوا بالصلاة على حبيب محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم دائما وابدا. واذكروا الله اخواني الكرام، ويلا نبدأ الشرح على بركة الله. كل شرح استخدمه راح تلاقوه في صندوق الوصف. اول شيء اخواني الكرام راح نتطرق الى طريقة اضافة العملة، تمام؟ بعد ما ننشئ المحفظة راح يكون عندنا العملة اللي راح نضيفها، تمام؟ راح ننشأ ونضيف عملة البي يو اس دي لحتى نكمل تسجيل بالمحفظة بدون أي مشاكل. طبعا أصدقائي بعد ما دخلنا على المحفظة راح ندخل بهذا الشكل، راح نضغط على إضافة العملة بهذا الشكل أخواني الكرام. راح نضغط عليها وراح نبحث على عملة البي يو اس دي. طبعا ليش راح نبحث عليها؟ لحتى نحول عليها عملة، تمام، ونحولها للبي ام بي سمارت تشين، تمام. راح نضغط بهذا الشكل بي يو اس دي بالأعلى بالبحث لحتى نبحث عليها. راح نختار خيار الثاني هذا اللي بيلزمنا، وبعد ما نضغط اخواني الكرام راح نرجع رجوع وراح نضغط على البي ام بي سمارت تشين، تمام. راح نضغط عليها بهذا الشكل لحتى نحول العملات. هلا راح نضغط على التلقي، تمام اخواني بهذا الشكل. راح ناخذ رابط المحفظة اللي اخذناها البي ام بي سمارت تشين تلقي. راح ناخذ نسخ للرابط بهذا الشكل. راح ننسخ الرابط وراح نروح نبعته لأي شخص، تمام. طبعا ليش بدك تبعته؟ هو اذا بدك تضيف عليه الرصيد اجباري تاخذ هاي العملة، تمام، او هاي المحفظة وتضيف عليها الرصيد. تواصل معي بالتعليق وانا راح اضيف لك الرصيد اذا بدك تنشأ وتسجل بالدولة، تمام. مثل ما انكم شايفين رح نضغط على بي ام بي سمارت تشين بهذا الشكل. رح نضغط على مبادلة اخواني الكرام، تمام. رح نضغط على مبادلة لحتى نحول الاموال من البي ام بي البي يو اس دي الى البي ام بي. مثل ما انكم شايفين راح نضغط على مبادلة البي يو اس دي، راح نضغط عليه بهذا الشكل بالاعلى، هي الصغيرة، تمام، لحتى نحول العملة بشكل سلس، تمام. اذا ما عندك انت طريقة اضافة العملات تواصل معي اخواني الكرام. راح نضغط على السهمين بالنص اخواني الكرام لحتى نحول العملة. راح نضغط على 10.1 لحتى يتم التحويل بشكل مباشر، تمام. راح نضغط على مبادلة اخواني الكرام. بعد ما نضغط على مبادلة راح يعطينا تأكيد مثل ما انكم شايفين. راح نضغط على مبادلة، راح نضغط عليها بهذا الشكل لحتى يصير عنا بي يو اس دي، تمام. راح نضغط اخواني مباشر على المبادلة. راح نضغط على تأكيد بعد منا بهذا الشكل لحتى يتم التحويل اخواني. هلا هيك تمت اضافة العملية اخواني. راح نجي على المستعرض لحتى نشتري ونسجل بالموقع. راح نجي على المستعرض، راح احط لكم رابط تسجيل في صندوق الوصف اخواني الكرام. راح نجي على المستعرض لحتى نبحث على الموقع، تمام، او راح احط لكم رابط الاحاله بالاسفل. راح نضغط بالاعلى اخواني الكرام رابط البحث فوق. راح ناخذ رابط هذا الرابط راح نعطيه لصق بالاعلى فوق، تمام. بعد ما دخلت راح يعطيك بهذا الشكل تسجيل. راح تضغط على ريجستر اخواني الكرام فوق، تمام. بعدين منه راح يعطيك بهذا الشكل المحافظ. راح نضغط عليها بهذا الشكل لحتى نبدل بين المحافظ، تمام. راح نضغط على البي ام بي سمارت تشين، تمام. راح نضغط عليها وبعدين منا راح نضغط على الاتصال، تمام أصدقائي. كل شيء مفصل إن شاء الله بالشرح. راح نضغط على الموافقة بهذا الشكل، تمام.
بعد ما نضغط على الموافقة راح يعطينا الشخص اللي بدك تعطيه الدخول. راح نضغط على سجل الآن أو ريجستر حسب اللغة اللي عندك. إذا كنت بدك تبدل اللغة راح تضغط على اللغة. راح نضغط على تسجيل أخواني الكرام، راح يرجع يعطيك تسجيل وراها. تمام، راح نضغط على التسجيل مرة أخرى، تدقيق. بعدين منا أخواني الكرام هلا هيك باقي خطوات قليلة حتى أنشئ الحساب. تمام، مثل ما ملاحظين أصدقائي راح نضغط على تسجيل. تمام أخواني الكرام، هيك هلا عم نسجل الخطوات الأخيرة بالحساب. مثل ما انكم شايفين راح نضغط على تدقيق. تمام أصدقائي، راح نضغط على تدقيق، وهلا أخواني الكرام راح نضغط على توقيع. تمام، مثل ما ملاحظين هيك عم يتم الإنشاء بدون مشاكل. راح نضغط على توقيع لحتى نكمل التسجيل. مثل ما شايفين راح نضغط على تأكيد الشراء أو تأكيد العقد. مثل ما شايفين هلا هيك فعلنا بدون أي مشاكل، تم التسجيل واشترينا خطة الإكس 3. رح نرجع بالعكس بالأعلى فوق ورح نرجع على الحساب الخاص فينا. رح نضغط على تسجيل الدخول إلى حسابك مثل ما انكم شايفين. بعد ما نضغط على تسجيل الدخول إلى حسابك راح يعطينا بهذا الشكل الحساب الخاص فينا. تمام أصدقائي، رح ناخذ الحساب الخاص فينا بهذا الشكل، رح ناخذه نسخ وندعي الأصدقاء عليه لحتى يسجلوا من الرابط الحالي الخاص فينا بالأسفل. طبعا هيك نحن أنشأنا وتم الاشتراك بدون أي مشاكل. أنت إذا حابب تضيف رصيد وما بتعرف كيف تضيف رصيد تواصل معي بالتعليق وراح أترك لك طريقة كيف تضيف أو تحول لي على الباير إذا عندك باير لحتى تنشئ الحساب. تمام أصدقائي، كل شي راح استخدمه راح تلاقوه في صندوق الوصف. تمام، وإذا كنت بدك تضيف العملة تمام كمان تواصل معي، أو إذا واجهت أي مشكلة تواصلوا معي إخواني الكرام لحتى أضيفكم على مجموعات تستفادوا منها بإذن الله. طبعا هيك راح نكون وصلنا لنهاية الشرح. بتمنى يكون الفيديو نال إعجابكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.